もっと新しい自分が欲しい。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين في فيديو جديد مع بيس يونايتد تيم. ورجعنا لكم من جديد بسلسلة جديدة من الفيديوهات هنبدأ فيها مع بعض من الصفر. هنستلم الفتحات المجانية، نبدأ بها حساب، لكن نبدأ بلاعب إيبك، ما نبدأش حساب فاضي. يعني أنا دلوقتي لما أبدأ حساب دلوقتي واجي أبيعه هيكون سعره ما فيش صفر. فاحنا هنبدأ حساب بالفتحات المجانية، نحاول نفتح على الباكج كذا مرة من كذا ايميل جديد لحد ما يجيلنا لاعب. كده أصبح ايميلنا لما بدل ما كان تمنه صفر، تمنه على الأقل مثلا 50 60 جنيه. مع بعض في السلسلة دي هنعلمكم ازاي لما تبدأ حساب يوصل سعره لسعر عالي بسهولة، وما يجيش لما تبيعه يكون تمنه صفر. يعني مثلا في ناس بتبدأ حسابات تقعد تتعب عليها وتلم مطورين وتفتح على نجوم اسبوع وتعمل حاجات كتير، وفي الاخر يجي يبيع حسابه يلاقي مثلا الصدم ان سعره في الاخر 100 جنيه. طب انا دلوقتي انا بتعب في ده كله مثلا بقى عشان 100 جنيه؟ مش فلوس. فاحنا دلوقتي هنبدأ ان احنا اول حاجة نعملها في الحساب نستلم الفتحات المجانية نجيب منها لاعب. كده اصبح ايميلي بدل ما بدأ دلوقتي لو حبيت ابيعه ما كانش هيجيب حاجة وما ينفعش يتباع اصلا بان هو في لاعب على الاقل واحد ايبك. يلا بسم الله. بص انا هتعب معاكم بس انا مش هسكت إلا لما اجيب فيرو. من بدايتها كده مفيش حاجه ويلا الحمد لله. تخ... مش ملكش عايزه بيركن بطيب. لا انا عايز فيرو، انا عايز فيرو. بسم الله. مفيش تخطي. قلشت في اول حساب ونجرب من تاني، نطلع نعمل مسح بيانات للتطبيق ونرجع نجرب. مكان التخزين، مسح البيانات، الفرق اللي بتفائل بيها تاني، ويلا بسم الله. يلا بسم الله. مفيش. تمام تمام. يلا بسم الله. برضه بيضة ما فيهاش اي حد. لا انا الحظ دلوقتي زمانه مات، انا شويه وابدا اصور تاني. هو مفيش غير ميلان النهارده بقى ولا ايه يا جدعان؟ احسن حاجه دلوقتي بقى في الحساب اللي هيتعمل على الاقل كده من خلال 3 ايام في لعب في الحساب هتوصل مثلا من 600 ل 800 كوين كده في الحساب. بدايتها كده اللي هو انت دلوقتي لو عايز تجيب باكج ميسي هتحتاج تجمع 700. كمان ال 700 بيتجمعوا من غير يعني الحاجات اللي بتنزلها كونامي زياده. بالظبط بتجمع 600 في الشهر، يبقى انت مثلا قول شهر واسبوع تجمع فيهم 700 كوين كمان عشان تجيب باكج ميسي. يبقى انت كده بدأت الحساب بلاعب ايبك وجبت فيه باكج ميسي. نجوم الاسبوع بقى والمطورين اللي بيدوا الحساب شكل دول احنا مش هنفتح عليهم اصلا، لان احنا هنستعين بفتحات المجانيه بتاع نجوم الاسبوع اللي هي بتنزل كل اسبوع وتلعبها كام ماتش كده تجيب لك فتحه مجانيه وعقد الترشيح. يعني مثلا انت دلوقتي تلعب هنا هتفتح على باكج عشان مين؟ مثلا في حيوان هو بيجيب 103 اسمه هالاند. هو ده انت دلوقتي كده مش عايز من الباكج كله اللي هالاند. انا لما اصرف 300 كوين وما يجيليش حد انا ازعل، لكن فتحه مجانيه وجاي منها حد على الاقل يبقى لها طعم. نيجي بقى للفتحات المجانيه اللي اللعبه منزلاهم. يلا بسم الله. هي خضرة من بره، انا مستني جوه يبقى هايلايت، بس طبعا احيانا بتصفر ويقلب بيبك. بس يلا بسم الله. هايلايت روبن دياس. مش كنت تجيلي في حساب اساسي بقى ولا حساب من اللي لعب عليهم عشان تسند الدنيا؟ ولا انت ماشي يا اسطى عادي؟ يلا التانية. ما فيهاش خالص. انا دلوقتي هحذف حساب في روبن دياز اللي كنت عايز اجربه عشان ما جاش حد. ماشي بسيطة الجايات كتير. وفرقة تانية غير انتر ميلان وهي اليونايتد، ويمكن تطلع فرقة جميلة هي كمان. انا عن نفسي بتفائل بالفرقة اللي بتجيلي من بره، يعني لان الفرقة اللي كانت بتجيلي من بره كانت انتر ميلان. دي كان جالي منها مثلا كرويف، جالي في ايميل تاني روبرتو كارلوس منها. فدلوقتي جالي اليونايتد يمكن تيجي منها حاجة. لم فتحاتك وحاجاتك وليفاندوكسياتك. شفنا يا رب. الحساب السادس. قلشت. مش عارف احكيكم معايا النهارده.
شلف. اليونايتد تاني يعني، مش عارف التكرار يعني بيعلم الشطار ولا ايه، شوية انتر ميلان وبعد كده اليونايتد. مش جاي منكم اي رجا كده، اي امل ولا اي حاجة. جالنا كابتن روبن دياز، جالنا كابتن بورتوريس في حساب، وكابتن اندو كده بقى، مستنيين حد من اللي فوق. جه ما جاش، ادينا قاعدين. ما جاش برضه، ادينا قاعدين. طلع لي بقى البرشا بالمرة، هي البرشا هي. مش هستلم الباقي، مش متفائل بيكم. بسم الله. كابتن فييرا. هو دي ام اف عالي يا جدعان، حاجة كده من توب، بيقفل نص الملعب، فاحنا بقى وراه لحد ما نجيب. وراك يا فييرا. فييرا. استنى بقى، ايبك بقى من اول فتحة بقى. هو ايبك، مين فيهم بقى نعرف جوه؟ فييرا. فييرا يا جدعان، فييرا من اول فتحة. عمو نص الملعب، عمو نص الملعب يا عم فييرا. كفاية بقى كده، ما خلاص عرفنا انك جيت. العظمة تأتي. قفل عشان ما يسوحش مننا كده من غير ما نقصد كده، وخلينا ماشيين في السليم. في فتحة تانية ممكن اركنها دلوقتي، وممكن افتحها، مع اني ملهاش لازمة نفتحها وخلاص. يمكن يجيلنا اي هايلايت، ولا يجيلنا اي حاجة من الدنيا دي. هو طبعا يعني مش ايبك تاني، فخلاص بقى مش زيطة هي. يلا كفاية كده. مش مشكلة، نلعب 4 نجوم نبيع ونستفاد من نقط التدريب. دلوقتي كده احنا عملنا اللي احنا عايزينه، وجالنا لاعب من الفتحات المجانية. هنلعب بقى دلوقتي على 3 حاجات. اول حاجة، ان احنا بدأنا الحساب من الصفر في لاعب ايبك، فدي كده نقطة كويسة. تمام عم فيرا. اهو. ندخل بس التشكيلة كده، عشان منظره بره مش عاجبني. شغال. تاني حاجة هنلعب عليها، ان احنا مش هنفتح على نجوم الاسبوع بالكوين ولا المطورين. احنا دلوقتي كده الكوين هنجمعها، ونروح نجيب باكج ميسي. اهو قدامه 41 يوم. الباكج دلوقتي هيخلص بعد 41 يوم، اللي هو مثلا عندك 30 يوم هتجيبهم في 600 كوين، وال10 ايام مثلا حوالي من 300 ل 400 كوين. فانت دلوقتي حوالي مثلا قول 800 كوين جايه من هنا، وفي يجي 800 مثلا من 600 ل 800 برضه موجوده في الاحداث والمهمات اللي هتتلعب النهارده. يبقى انت كده جبت باكج ميسي قبل ما يخلص، وتحاول تجيب باكج واحد من المدربين، اللي هو مثلا تشابي الونسو او جوارديولا. طبعا الاغلب بيجيب تشابي الونسو عشان بيزود اغلبيه اللاعبين. تمام. بعد بقى ما جبنا اللاعب دلوقتي، اول حاجه المفروض نعملها ان احنا نروح نربط الحساب نفسه، عشان في ناس بتعمل حسابات وتتعب عليها وما تربطهاش، فالحساب بيبقى يروح كده خلاص، راح مع اللي راح. ونكمل بعد ما ربطنا الحساب وضمننا انه ما يروحش مننا. اول حاجه نعملها بس كده، نسكت الاصوات اللي في اللعبه دي عشان صدعتني. بس الحمد لله هدوء كده. تمام. نلم الحاجات اللي معانا. ماشي. الكلام ده كله ملوش لازمه، بس بيسند التشكيله. بدايه كده في الحساب هنبدا نعدي المهمات عشان نلم حاجات تسند التشكيله. لا، قبل الاخيره. اكمل فعاليات مباراة اوليه. تمام. نلعب ماتش. نلم ده كله الاول. الماتش ده اصلا بيبقى في الاول كده ب 100 كوين. انا دلوقتي كده عندي هنا 100 كوين، وعندي هنا في المهمات بتاع 750 تنزيل، 750 مليون تنزيل. عندي هنا 250 كوين، هنا 50، وهنا 50، هنا 50، وهنا 100. يبقى كده 250 كوين و100، يبقى 350.
نيجي بقى لما نشحن الماتش باس، هو كده كده لازم يتشحن. عندك تخفيض اولاني اللي هو نص في المية من 500 ل 250 عشان اول مرة يتشحن. وتاني تخفيض نازل عشان وتاني تخفيض نازل من اللعبة اللي هو يبقى من 250 ل 125. اول ماتش بس معانا صليبة بيوصل 100 وبطاقة ليفلها عالي جدا. معرفش هيبقى سي بي سرعته 90 بيعمل بيها إيه، بس مش مشكلة. وتاني واحد هنا ديابي ولاعب جناح من التوب فوق، يعني حاجة كده صواريخ في السرعة. انت كده اول ماتش بس هتدفع 125 وهتلم 200، يبقى انت كسبان 75 من ماتش بس غير نقطة التدريب وعقود الترشيح واللاعب الصليبة اللي هو اللي جاي. عندك تاني ماتش بس هتدفع 250 وهتاخد 300، وهتاخد ديابي وعقود ترشيح وحاجات كده. طب يبقى انت كده ايميلك اتملى نقط تدريب وبطاقات ترشيح ولعيبة من خلال الماتش بس واستفدت كوين. يبقى انا دلوقتي عندي هنا مثلا 125 كوين، وعندي هنا من مباراة أولية 100، يبقى 225، وعندي 350 هنا في المهمات هيبقى 575. وفي مهام أولية تانية دي في الأغلب بيبقى فيها حوالي من 200 ل 300 كوين، يبقى 775 كوين. وعندي بره هنا الماتشات الأونلاين بتبقى فيها 50 و50، يبقى 875 كوين. كل اللي احنا محتاجينه كده عشان باكج ميسي هو يعتبر شهر واحد مثلا اللي هو هيجي لنا فيه 600 كوين. نكمل 875، ممكن تقف على 25 كوين بس خير بإذن الله، ونجيب باكج ميسي. نلعب بقى المباراة الأولية عشان نستلم أول من الكوين. في البداية كده لعبنا أول ماتش وخلصنا المباراة الأولية. نستلم عقود الترشيح من الماتش بس ال100 كوين، نطلع بره خالص بقى نكمل تعديل بقية المهمات. نسينا نلعب ضربة الجزاء يا جدعان، تعالوا نلعبها. في الأغلب الضربة الأولى ما بتتصدش، أنا هلعبها في النص اللي أنا عايزه يصدها يا جدعان. أهو أنا رخم يا عم، ما صدهاش برضه. نكمل مع المهمات. تعالى كده خلصنا أول جزء من المهمات الأولية.